مساء الخير ويسعد لي كل أوقاتكم. وصفتنا لليوم هي وصفة الدجاج مع البروكلي والخضار والكريمة. أكلة كتير طيبة جدا لذيذة سريعة بالتحضير، ما بتاخد وقت. إن كنتي مستعجلة فيك تحضريها بوقت قياسي. لنعرف كيف وصفتنا لليوم خلونا سوا نتابع الفيديو. أول شي نص كيلو صدور الدجاج قطعناها مكعبات كبيرة. راح نتبل هاي الصدور الدجاج بزنجبيل بودرة معلقة صغيرة. الزنجبيل مع الدجاج دايما كتير طيب، يعني بيعطي نكهة للدجاج مميزة. ملح، فلفل أحمر، فلفل أسود، كمية من الزيت النباتي. وراح نخلط البهارات مع الدجاج كتير منيح. بعد ما تبلنا الدجاج كتير منيح مع البهارات رح نكون محميين مقلاية على النار لحتى تسخن كتير منيح. بدنا ننزل الدجاج عليها وهو المقلاية يعني حامية، مشان الدجاج ياخد صدمة. ما بدنا اياه ننزل مي. رح نفرد الدجاج بالمقلاية ونضل نقلبه لحد ما يتغير لونه. بعد ما تغير معنا لون الدجاج رح نغطيه لحتى يستوي الدجاج معنا كتير، لانه نحن نحط الخضار ما بدنا نطبخ الدجاج، يعني بده لازم يكون الدجاج مستوي. بعد ما قلبناه واستوى الدجاج معنا رح نجيب بصلة مقطع مكعبات ناعمة ونقلبها مع البصل لتدبل البصلة منيح. بعد ما دبلت البصلة رح نحط فلفل ملونة، وفينا نستعمل لون واحد وفينا نستعمل الوانين حسب المتوفر عنا. حطينا الفلفل الملونة وكمان رح نقلبها تقليبتين مع الدجاج والبصل. اخر شي رح نضيف البروكلي المقطع والمغسول. البروكلي ما بياخد وقت، دغري بيستوي، فهو مجرد تشويح رح يكون استوى معنا. بالنسبة للخضار، أنا واحدة من الناس بفضل الخضار ما تكون مستوية على الأخير. أنتوا إذا بتفضلوا الخضار مستوية على الأخير فيكم تخلوها تستوي على الأخير. طبعا لما بتضل الخضار مو مستوية على الأخير بتضل فيها نكهة أطيب، فائدة أكتر، وهذا الشي بيرجع لكل إنسان وذوقه. آخر شي رح نحط قطعة زبدة ونقلبها مع الخضار لحد ما تذوب معنا. رح نحط طحين ونحمص الطحين شوي مع الخضار، بس لحتى نلاقي الطحين اختفى من الأكلة رح نحط مي سخنة حوالي كوب. لما نضيف المي السخنة رح نحركها مع الخضار لحد ما نحس انه الطحين راح مع المي. بعد رح نحط كوب كريمة ورح نترك الأكلة تقريبا حوالي 3 ل 4 دقايق على النار لحد ما تغلي معنا، وبتكون جاهزة وبتتقدم مع رز أبيض وألف صحة وهنا. وبتمنى تكون عجبتكم وصفتنا لليوم.